السلام عليكم، يا رب تكونوا بخير. النهارده ان شاء الله هنعمل مع بعض ايس كريم الخلاط بطريقه سهله جدا وبسيطه والنتيجه تحفه. وكمان هنعمله بالميه، ولو ما عندكيش مضرب كهرباء تقدري ان انت تعمليه في الخلاط بكل سهوله، والنتيجه بتطلع ممتازه. شايفين الايس كريم بيكون كده كريمي وفي مطه تحفه، مش متلج بقى ولا اي حاجه، وطريقته سهله وبسيطه جدا جدا. بسم الله الرحمن الرحيم. اول حاجه انا كنت مفرزه فراوله، تقدري تعملي باي فاكهه انت حباها. كنت مفرزاها في الفريزر، نزلتها كده حطيتها في طبق واسيبها لحد ما تفك. بعد كده هضربها بمعلقتين كبار من السكر، مش هضيف ميه ولا حليب ولا اي حاجه، انا عايزه عصير بيوري. تقدري لو انت مفرزه مانجا تعمليها او كيوي او موز، الفاكهه اللي انت حباها. وده كده بيكون شكلها. ضربت الفراوله بمعلقتين كبار من السكر بس من غير ميه ولا اي حاجه. هركنها على جنب ويلا بينا نحضر الايس كريم. معايا كوباية من بودرة الكريم شانتيه الخام، ونص كوباية من السكر، سكر حبيبات عادي جدا يعني، ولا بودرة ولا أي حاجة. وتلات كوبايات من المية المتلجة. شايفين آيس كريم اقتصادي وطعمه حلو جدا جدا، تقدري تستبدلي المية بالحليب زي ما انت حابة، بس احنا عاملينه اقتصادي وفي نفس الوقت طعمه حلو. والكوباية اللي بتعايري بيها بودرة كريم شانتيه هي نفسها اللي بتعايري بيها المية. بضربه بقى كده في الخلاط، يعني ما بياخدش وقت 3 4 دقايق وهتلاقيه بقى بالقوام ده، ولا بيكون تقيل قوي ولا خفيف قوي. وده كده الايس كريم معانا بقى جاهز. تقدري اللي انت تدوقيه، لو عايز سكر تقدري اللي انت تضيفي زي ما انت حابه، بس انا بالنسبه لي كده كان مظبوط جدا. اول طعم هنعمله طعم الايس كريم بالفراوله. حطيت كوبايه الفراوله اللي احنا ضربناها بمعلقتين السكر، طبعا من غير ميه زي ما اتفقنا، وهبتدي ان انا احط عليها كميه من الايس كريم واقلب كويس جدا جدا لحد ما يبقى الخليط كده معايا متجانس. اهم حاجه خلي بالك عشان الفراوله بتكون راقده تحت، فقلبيها كويس. وده كده الايس كريم الفراوله، انا مش حاطه له لون ولا اي حاجه، عايزه تحطي لون حطي براحتك، بس انا لما بعمله للولاد مش بحط اللون، بحطه بس ساعات في التصوير، لكن تقدري انت تستغني عنه، وهو كان لونه حلو جدا. تاني طعم هنعمل الفانيليا. حطيت كميه من الايس كريم وحطيت معلقه صغيره من الفانيليا السايله، بتدي طعم حلو قوي. لو ما عندكيش حطي رشه من الفانيليا البودره. وبقلبه كويس جدا. بعد كده بخبط العلبه كويس عشان لو في اي هوا يخرج والسطح يكون معايا مساوي. تالت طعم بقى هنعمله طعم النسكافيه. عايزه اقول لكم ايس كريم النسكافيه ده تحفه. جبت معلقتين كبار من الميه، ميه عاديه جدا من الحنفيه، وحطيت عليها كيس النسكافيه. الكيس ده عايزه اقول لكم ب2 جنيه، اللي هو النسكافيه البلاك من غير اضافات، يعني مش 3 في 1 ولا اي حاجه. قلبتهم بقى كويس جدا كده مع الميه عشان النسكافيه معايا يدوب. لو حطيت النسكافيه على الايس كريم على طول، عمر ما بودرة النسكافيه هتدوب معاكي، فلازم ندوبها الاول في معلقتين ميه. نزلت كل كمية الايس كريم وابتدي ان انا انزل عليها بقى بالنسكافيه، وهبتدي ان انا اقلب كويس جدا. تقدري اللي انت بقى تدوقيه، عايزه تزودي سكر، السكر ده براحتك، واللي انت حباه حطيه الكميه اللي انت حباها. كده خلاص بقى جاهز معايا الايس كريم. عملنا ال3 اطعمه. تقدروا بقى اللي انتوا تغطوه تدخلوه الفريزر ويجمد معاكم. بعد كده هنقدمه مع بعض، ولو عندكم العلبه دي تقدروا تقدموه في العلبه دي، بيكون حلو جدا. يعني تقريبا كده في كل مره باخد معلقه، وبحط بقى فانيليا وبعد كده نسكافيه وبعد كده فراولة. الترتيب الطبقات زي ما انت حابة، يعني ملهاش ترتيب معين، بس بجد بجد في الاخر بيطلع شكله حلو جدا جدا. وايس كريم النسكافيه ده تحفة، جربوه بجد هيعجبكم قوي. في بقى العلب دي بيبقى ليها غطيان، هوريها لكم دلوقتي، بس بصراحة مش حلوة خالص، ما بتطلعش الايس كريم حلو، يعني بيجمد وما بتطلعش بيها، انا مش بستخدمها. انا بشيل القطع البامبا ديت وبحط العصايه. وعايزه اقول لكم كمان ان انا بعد كده شلت العصايه البيضه دي، افتكرت ان انا لما عملت ايس كريم قبل كده كنت حطاهم، وبرضه غلبتني على ما طلعت الايس كريم، فشلتها وحطيت العصايه بتاعت الايس كريم العادي. هوريها لكم بعد ما الايس كريم يجمد. بصوا بقى الطبقات عامله ازاي تحفه. هدخله بقى التلاجة لحد ما يجمد 5 6 ساعات واوريه لكم. الايس كريم جمد معايا بسم الله ما شاء الله، طالع حلو جدا. بصوا انا بشاور لكم على العصايه دي، العصايه بتاعه الايس كريم عادي، انا بحوشيها عشان لما اجي اعمل ايس كريم. بصراحه يعني الحمد لله ان انا افتكرت ان العصايه البيضه بتاعه القوالب ما بتنفعش خالص وبجد وحشه. كنت بعمل بيها الايس كريم، كنت الاقي العصايه طلعت والايس كريم جوه القالب، فبقيتش استخدمها. بحرك بقى كده القالب الايس كريم بيطلع معايا الاول بيكون جامد، بس مع التحريك هتبتدي ان هي تطلع. لو لقيتيها جامدة أوي مش عايزة تطلع، حطي القالب في مية سخنة لمدة ثواني، بعد كده شيلي القالب وحركي الآيس كريم، هيطلع معاكي بعد كده بكل سهولة.
ما تسيبوش في المية السخنة كتير علشان الايس كريم ما يسيحش معاك، يعني ثواني وشيلي. شايفين بقى الايس كريم بالفراولة طالع كريمي، يعني بجد تحفة، مش فيه بقى تلج كده ولا اي حاجة. هتلاقوا القوام بتاعه كده كريمي وناعم حلو جدا. وكمان الايس كريم الفانيليا برضو بصوا كريمي ازاي. طبعا هو الايس كريم الفانيليا كان عايز يجمد شوية تاني، بس انا بصراحة كنت مستعجلة عشان التصوير، بس برضو كان حلو. اهم حاجة ما تسيبيش الايس كريم في الفريزر لحد ما يجمد قوي ويحجر منك عشان تقدري ان انت تقدميه. بصوا بقى ايس كريم النسكافيه ده طلع اختراع، لازم تجربوه. اللي بيحب طعم النسكافيه هيحب جدا ايس كريم نسكافيه، طعمه بجد مميز وحلو جدا جدا. طبعا مش لازم ان انت تعملي 3 اطعمة، انا عملتهم بس عشان الطعم اللي انت تحبيه تقدري اللي انت تعمليه. بس بجد النسكافيه ده طلع وهم، لازم تجربوه يا جماعة، بجد هيعجبكم جدا جدا، منعش كده وتحفة. الجو بقى ابتدى ان هو يحرر، وهنعمل ان شاء الله انواع حلوه قوي من الايس كريم، كلها ان شاء الله هتعجبكم، سهله وبسيطه واقتصاديه. واللي انتوا عايزينه قولوا لي في التعليقات عليه وانا ان شاء الله هعمله لكم. ايس كريم طالع معانا كريمي وناعم، مش متلج ولا اي حاجه. وزي ما شفنا مقاديره اقتصاديه وبسيطه جدا، وتقدري اللي انت تعملي نص المقدار، يعني كوبايه الكريم شانتيه تخليها نص كوبايه، و3 كوبايات الميه تخليها كوبايه ونص، وتعملي بقى بعد كده الطعم اللي انت حباه. جربوه وانا متأكدة ان شاء الله ان هو هيعجبكم. ده كده كان فيديو النهاردة، عملنا الايس كريم الخلاط بالمية بطريقة سهلة وبسيطة. وياريت لو بتشوفوا قناتي لأول مرة تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس على الكل، وما تنسوش حبايبي تعملوا لي لايك للفيديو، واشوفكم في فيديو جديد. مع السلامة.